القرص المبسوسة السادة أو المعمولة بالعجوة أو التمر، وكمان هنعمل شوية كده بالملبن. إذا مش بتحبي القرص الناشفة أو الطرية يبقى دي هتعجبك جدا جدا، لأنها حاجة كده في النص. بطريقتنا ومقاديرنا مش مكلفة إن شاء الله، وهتعجبك قوي. طبعا لو لأول مرة تشوفي القناة ما تنسيش اللايك والاشتراك أو السبسكرايب. شايفين شكلها من جوه ما شاء الله، اللهم بارك، حلوة ازاي. يلا مع بعض ندخل سريعا على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجه بعملها بجيب نص كوبايه من الميه الدافيه، بحط عليها معلقه صغيره من الخميره الفوريه ومعلقه صغيره من السكر، بدوبهم مع بعض وبركنهم على جنب لحد ما بتعلى معايا بالشكل ده. المكونات الجافه بتاعتي معايا كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من السكر، ومعايا كمان رشه ملح صغيره، ما يعادل ربع معلقه صغيره جدا من الملح، ودي سنه عن سيدنا النبي، كمان بتملى العجين بركه. معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، وخلي البيكنج باودر يكون نوعه نضيف عشان ما يسمرلكيش العجينه. وكمان معايا معلقة صغيرة تانية من الخميرة. هدوب أو هقلب مع بعض المكونات الجافة كده. دلوقتي هجيب الخميرة اللي أنا اختبرتها وهضيفها للمكونات الجافة، وكمان هقلبها تقليبة كده عشان الدقيق كله يتغلف بيها، وبالتالي الملح ما يعطلنيش نشاطها. كوباية من السمنة ما يعادل 250 جرام، بقدحها كويس جدا وبسخنها قوي على النار. بضيف لها 3 معالق كبار من السمسم عشان ياخد التحميصة معاها وهي سخنة كده. بطفي النار فورا وبضيفها للدقيق بتاعي، وببدأ أبسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا عشان عندي العجان فعملت فيه، لكن لو مش عندك العجان هتقلبي كويس بمعلقة خشب، وبعد كده تبدأي تستخدمي ايدك وتبسيه كويس جدا جدا عشان تغلفي كل حبة دقيق بالسمنة. معايا كمان نص كوباية من الزيت ما يعادل 125 جرام من الزيت، نص كوباية من القشطة، بضيفهم للدقيق وبرجع أبس تاني من أول وجديد لحد ما يتشرب العجين كل المكونات بالشكل ده. دلوقتي هضيف كوبايتين من الحليب ما يعادل 500 ملي من الحليب. بعجن كده لحد ما اللبن بتاعي يختفي، اللي هو اللبن الحليب الدافي. اول ما بيختفي على طول بوقف عجن، وده سر مهم جدا جدا عشان تحصلي على قرصة هشة ومورقة من جوه، لان انا معجنش فيها كتير. دلوقتي هغطيها وهركنها على جنب عشان تخمر وترتاح معايا. وهاجي هنا هعمل العجوة بتاعتي، ودي انا شارياها جاهزة، لكن لو مش عندك عجوة جاهزة هتجيبي بلح ابيض وتفصصيه، ومعلقتين زبدة كده او معلقتين سمنة بلدي تشوحيهم كويس جدا جدا على النار، مع معلقة من السمسم ونص معلقة من القرفة، وتشوحيهم كويس قوي لحد ما تطرى معاكي، تبدأي تفرميها ناعم، وبعد كده تستخدميها زي ما انت شايفة بالشكل ده. لو حابة تعمليها سادة طبعا هتستغني عن العجوة. كده خلصنا كمية العجوة بتاعتي. هنيجي بقى للعجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها حوالي ساعة، زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله حلوة جدا جدا، ملمسها حلو، اتعجنت كويس. وقلت لكم ما تعجنوهاش كتير عشان خاطر ما تتلكمش من جوه. دلوقتي الصاج بتاعي نضيف خالص اهو، مش هدهنه اي مادة دهنية، بس هديله مسحة كده خفيفة بالمنديل بتاع المطبخ. دلوقتي هبدأ اشكل العجين بتاعي قرص صغيرة كده او كور، يعني حجم اللقمة بتبقى قد الليمونة او البرتقانة الصغيرة، يعني هو البرتقان السكري البلدي الصغير ده. بفرد العجينة في ايدي كده وبحط فيها قطعة من التمر، بضغط عليها بالشكل ده وببدأ اقفلها زي منديل كده او بقجة او سرة، بقفلها كويس بالشكل ده. بحط العجوة واقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقفيله كويسه عشان العجوه ما تخرجش من فوق او من تحت، تتحرق وتحرق لك الصاج بتاعك كمان وتبقى مش ظريفه. شايفين ما شاء الله حلوه جدا ازاي. القرص دي حلوه قوي قوي لو هتفطري بيها الصبح كده مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي، لقيتي نفسك جعانه كده ونفسك رايحه لحاجه معينه، روحي خدي لك واحده كده كلي منها، هتعجبك قوي قوي، بالذات اللي هي بالعجوه دي بتبقى طعمه جدا جدا. ما شاء الله الكيلو دي هيعمل لك حوالي 60 قطعة. لو عملتي اللقمة بتاعتك بحجم الليمونة هترمي معاكي كمية حلوة قوي. بعد ما خلصت تشكيل كل الكمية اللي معايا كده بديها تبطيطة خفيفة قوي كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بطبطب عليها بالراحة خالص. هي ان شاء الله مش هتلزق لان هي فيها كمية سمنة محترمة جدا، فمش هتلزق ان شاء الله. ببدأ كده بالسكينة بتاعتي بروح عاملة قطعتين كده خفاف
لما تخمر وتعلى معايا هتلاقوا شكل التمرة بتبان، بيبقى شكلها حلو جدا جدا. بديها شكل زي بتاعة المحلات عشان طبعا العين بتاكل قبل البق. هسيبها دلوقتي تخمر لمدة نص ساعة او على حسب درجة الحرارة، حرارة الجو عندك في بيتك هتاخد منك الوقت. وبعد كده تعالوا مع بعض اوريكم بحشي السادة ازاي. بصوا عملتها كأني بالظبط هحشيها، وده سر ان هي تخمر معاكي بسرعة وفي نفس الوقت تبقى معاكي مورقة. بفتحها كده وكأني بالظبط هحشيها، بعملها على هيئة سرة وبعد كده بطبطب عليها زي ما انتوا شايفين كده. كده تخمر معايا بسرعة وفي نفس الوقت تبقى مورقة من جوه ما تبقاش ملكومة. هحشي شوية كمان من العجين بتاعي بالملبن، ده ملبن بماء الزهر او مية الورد، وملبن عادي بالسمسم. الملبن اللي بمية الزهر ده مخلي طعم القرصة حلو جدا جدا، ريحة المورد فيها حلوة قوي. طبعا بسخن الفرن بتاعي، بيكون مسخن جدا جدا مسبقا، وبعد كده بدخل فيه القرص بتاعتي دي على درجة حرارة 170 او على حسب الفرن بتاعك هتاخد الوقت معاكي. هي تاخد ممكن تلت ساعة، او على حسب برضو الفرن بتاعك، لو كان سخن قوي هدي النار شوية عشان تستوي من جوه ومن بره. بتخرج معايا بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلتلك اذا مش بتحبي القرص الناشفه او القرص الطريه وعايزاها حاجه مبسوسه كده في النص، مش هتغطيها، هتسيبيها كده اول 10 دقايق وبعد كده تغطيها عادي، هتعجبك جدا ان شاء الله. طبعا لو لاول مره تشوفي القناه ما تنسيش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلي علامه الجرس وتعملي تشغيل الكل عشان اي حاجه اعملها ان شاء الله توصلك من خلال الجرس ده. شايفين شكلها من جوه عامله ازاي؟ جميله جدا جدا، عامله كميه حلوه قوي، هتدفي بيتك وتمليه بالخير. وقت ما تجوعي تلاقي نفسك خلاص مش قادره، تروحي واخدالك واحده كده حلوه قوي، فطار العصر كده، جميله جدا ان شاء الله، تعجبك قوي لو جربتيها بالمقادير دي. نرصت كده الساده، ودي اللي بالعجوه، وهوريكم اللي بالملبن شكلها ايه من جوه. بصوا الملبن حلوه خالص. هنرص كمان اللي بالملبن، وزعي منها على جيرانك بقى وحبايبك واملي بيتك بالخير زي ما قلتلك. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وجربوها واكتبوا لنا في الكومنتات تحت، وان شاء الله المره اللي جايه نعملها لكم بالشمر واليانسون برضو هتعجبكم قوي. سهله وبسيطه مش مكلفه خالص. بس كده، يا رب يكون عجبكم. اسيبكم في رعايه الله. كنت معاكم سندس سعيد من قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.